السلام عليكم ورحمة الله شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم موضوعنا عن لعبة روست وتفاصيل الكهرباء ان شاء الله كليتها. كل شي تحتاج عن كهرباء ان شاء الله اليوم راح افهمك عليه، لان تدري الكهرباء بلعبة روست يعني تاخذ جزء كلش كبير داخل البيس. فكل بيس كبير يحتاج له، خلي شغل الجيجار اول يلا. كل بيس جديد يحتاج له كهربائيات والى اخره. نبدأ بالقطع الكهربائية، وكل قطعة راح اعلمكم انه شلون نستفاد من عندها اكثر شي وشنو شغلها هي بالضبط. كم باتري عندنا؟ واحد اثنين ثلاثة. نبلش من الباتريات. حاليا عندنا الباتري الصغير والميديوم واللارج، وعندك المولدة. زين، نجي هنا ننزل مال الطاقة الشمسية الكتريك. الطاقة الشمسية احيانها. زين، كبداية انه عندك مصادر الطاقة الشمسية اللي بايدي، وعندك المولدة، وعندك التوربين اللي هو الطاحونة. ذن 3 مصادر نقدر نطلع من عندهم كهرباء. قلنا الطاقة الشمسية والتوربين والمولد. نجي على الشحن مال الباتري وش قد يطلع لنا. تمام. المولد طبعا نجي على المولد قبل نروح للتوربين. نخليه بالباور ان. المولد من نريد نشغله لازم تخليه له لو جريد فيول. يلا يشتغل. هسه حاليا اشتغل، بدا يشحن عندنا الباتري. يطبب شحن 40 ويخرج لنا. لازم نخلي السبليتر، نخلي نطلع الشيطان والسويتش. هذا السويتش، خلي السويتش. هسه حاليا احنا سوينا مدينا كهرباء لهاي النقطة. حنخلي مثلا التورنت. هسه من الشغلة اشتغلت. ايش قد يخرج لنا الباتري هذا؟ هذا الباتري يخرج لنا 15 فقط. ال 15 هاي يعني تقدر تشغل لك تورنت واحد فقط وعدة جلوبات. يعني هذا ما راح تحتاجه هواي، تحتاجه فقط بالإضاءة، انه للأضوية، لأن الأضوية ما تصرف هواي كهرباء، فبالتالي تقدر تستخدم هذا للأضوية، يشغل لك كل الأضوية. بس إنما للشغلات الكبيرة ما تتوقع انه يفيدك، لأن التخريج ماله مال الكهرباء ضعيف. فهسه بالنسبة للجلوبات تقدر تشغل جلوبات هواي. شوف حاليا هاي بس بالباتري الصغير. الشغل كله يعتمد على التخريج ماله. عن طريق التخريج تعرف انه ايش قد راح تقدر تشغل شغلات. انت حسب اقل شيء من الشغلات الكبيرة انه تحتاج طاقة. اقل شغلة تحتاج لها 8. يعني مثلا التورنت عندك تاخذ بين 8 او 9 كهرباء. حلو. فهذا الباتري نعتبر يعني نستخدمه اكثر شيء للجلوبات. خلصنا من الباتري، نطفي المولد افتهمنا نظامها انه تخرج لنا 40. زين، نجي على الباتري الثاني اللي هو الميديوم. قبل لا نروح للميديوم عندك اكو شغلة لازم تعرفوها، اللي هي الطاحونة. الطاحونة هسه هاي اذا تباوع عليها ايش قد تعطينا؟ 79. اذا نصعد للطاحونة الثانية الفوق
ايش قد راح تعطينا؟ 91. هذا شنو معناه؟ معناه انه الطاحونة كل ما كانت بارتفاع اعلى راح تخرج لنا كهرباء ازيد، كل ما تنصيها يعني كل ما تكون قريبة عن القاع راح تعطيك تيار اقل، كل ما تصعدها راح تعطيك تيار اعلى. هسه هاي ايش قد تعطينا؟ 92. هنا ايش قد تعطيك؟ بدها تعطيك 81، فرق 10 بالكهرباء. وهكذا كل ما تصعد شوية بعد يزيد التيار يوصل لل 150 160. نشوف هاي ايش قد تعطينا؟ هم 82، يعني حالها حال اخت هذيك اللي بالقاع. كل ما تصعد كل ما يعطيك تيار اعلى. خلصنا من الطاحونة، نجي على الباتري. قلنا الباتري الصغير يعطينا 15، نجي نشوف الباتري الوسط ايش قد يعطينا. الباتري الوسط يعطينا 50. 50 نقدر نشغل بيها تقريبا 5 تورنت، لان قلنا التورنت تاكل من 8 الى 9. زين، هسه احنا عندنا التيار واصل هنا 50، بس نريد نوزعه للتورنتات ذني. يا قطعة نستخدمها نستخدم السبليتر. السبليتر شنو الميزة الحلوة اللي بيه؟ هذا واحد وهذا اثنين، واحد اثنين ثلاثة، خلنا ناخذ زيادة، اثنين، هاي ثلاثة. السبليتر خلنا ناخذ الخط الفوق، خليناه بخط واحد رئيسي راح يطلع لنا 3 خطوط. هاي ال3 خطوط نقدر نوزع واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. هسه بهاي الحالة صار كم خط عندنا؟ 3 6 9. وظيفة السبليتر يقسم لك الكهرباء، فبالتالي هسه نقدر نربط هذا هنا، نقدر نربط هذا هنا، نقدر نربط هذا هنا، وهكذا تقدر توزع التيار الكهربائي للتورنتات. بس ايش صار عندنا هسه ضعف؟ انه ما قدرنا نشغل التورنتات كلها لين طلعت لنا 50. هسه انا اذا اجي اشيل هذا وهذا وهذا، هسه هنا كل خط واحد اثنين ثلاثة. شوف احنا دخلنا 50، فهاي ال50 راح يقسم لك اياها على 3 خطوط، 17 ب 17 ب 16. حلو الكلام. فبهاي الحالة نقدر نشغل هنا 3 تورنتات بالبطارية الوسط. خلينا نشيل هاي، نجي على الباتري الكبير. الباتري الكبير اللي هو اهم شيء الاساسي اللي راح تحتاجه بكل بيس. نشيل الخط هذا، نجي نطبق. بعد الباتري الكبير ايش قد يعطينا؟ اعطانا 100. نرجع نعيد، هنا اعطانا بالبداية 15، وهذا اعطانا 50 كهرباء، وهذا اعطانا 100. هاي ال100 هسه احنا قبل شوية هذا كان يعطينا 17، الباتري الوسط اعطانا 17. ليش تروح بعيد؟ خلينا نخلي السبليتر هنا على مود اوضح لكم انه ايش قد يعطينا هذا، عم تعرف الفرق بين الباتري الكبير والباتري الصغير. هسه بقى هنا اعطانا 50، وهذا اعطانا 100. خلي اجي اشغل لكم. احنا عندنا اول 3 مشتغلة، نجي على ثاني 3. هسه هنا اعطاك كل واحد 34، المجموع عندنا 100، ال100 نقسمها على 3 راح يطلع لنا كل خط من ايش قد يعطينا. وهنا كذلك ال50 نقسمها على 3، ال50 مال صغير، مال وسط العفو، وال100 مال كبير.
فبالتالي انه الباتري الكبير نقدر نشغل بيه تقريبا 9 تورنت، انما الباتري الوسط نقدر نشغل بيه 53، نقدر نشغل بيه من 4 إلى 5. فأهم شيء إنه إذا تريد تخلي التورنتات من 4 وجوا، الباتري المتوسط راح يخدمك. إنما إذا بيسك كبير، فالباتري الكبير راح يخدمك أكثر، لأن راح يخرج لنا 100 كهرباء، وبالتالي التورنت الوحدة ايش قد تاكل عندنا. هاي لا، احنا مطبقينها 34. زين، خلينا نطفي النقطة، نشيل هذا. بقى عندنا هذا ما استخدمناه، خلي افهمكم هذا شنو شغله. هذا تحطه هنا مثلا الاحمر، على مود تحفظون بالالوان. الاحمر فايدته انه يربط لك مصدرين طاقة، يطلع لك مصدر قوي. يعني هسه احنا ربطنا ديك التوربين يعطينا 60، وهذا التوربين اعطانا 60، فالمفروض يطلع لنا 120. اعطانا 118، هاي 58 وهنا 60، فطلع عندنا 118. هاي ال 118 راح نستفاد من عندها. نجي نشحن الباتري راح يشحن عندك بصورة اسرع. اذا كان على ترباين واحد الباتري هذا، فلنفرض انه يشحن بنص ساعة، انما اذا نخليه على 2 هذا الباتري راح ينشحن بربع ساعة. هذا يفيدك في حالة انه انت اذا رحت اوف لاين وسديت اللعبة، التورنتات يبقى شغالات لمدة 24 ساعة وما يطفن، لان اوريدي هي الطاقة اللي دا تصرفها دا ترجع لها مضاعفة، فالحلقة الكهرباء تظل مستمرة، ما راح توقف عندك الكهرباء. نيجي هسه نوضح لكم بالباتري الكبير انه كم تورنت نقدر نربط. زين، نشغل النقطة ايش قد يعطينا؟ يعطانا 100. زين، خلي بعد 2 سبليتر او 3، 1 2 3. فهسه من هذا نخرج واحد هنا، نخرج الثاني هنا، نخرج الثالث هنا، نجي نوصل الاول 1 في النقطة، نجي نخلي الثاني، نجي نخرج الثالث، الرابع، الخامس، وهذا السادس. هسه حاليا كم عندنا تورنت؟ 3 6. نزل بعد 3، 1 2 3. هنا 1، هذا الثاني، وهذا الثالث والاخير ان شاء الله. هسه من نجي نشغل النقطة من مباوع 9 يشتغلن. ليش 9 يشتغلن؟ لان احنا الطاقة اللي داخلت لنا 100، كل وحدة تاكل لها، فلنفرض انه بالزايد 10، هي تاكل لها من 8 الى 9 المضبوط، بس احنا كفرضية حاليا نعطيها 10. فعندك هاي 10 20 30 40 50 60 70 80 90. حلو الكلام، فاشتغلت عندنا مضبوط. انما هسه اذا نجي نشيل البطارية هاي الكبيرة اللي هو هذا الداخلي، نجي نشد البطارية الميديوم باور اوت، شوف كم تورنت راح تشتغل عندنا. يمكن مصفرة هاي.
17. ها، ما اشتغلت عندنا ليش؟ لان الكهرباء عندنا هنا طابة 50، طالعة 17 وراجعة طابة 17. قد طالعة 6، واحنا قلنا التورنت تحتاج 8 اقل شي. فبهاي الحالة لازم نشيل هذني التقسيمات ونشد 3 رأسا مباشر فيشتغلن. فاللي ردت اوضح لكم اياه انه البطارية الكبيرة اللي هي احسن شي تقدر تربط عليها. فبالتالي هسه هنا اشتغلت عندكم 9. وكو طريقة ثانية اللي هي نحتاج الاخضر. هاي طريقة ثانية بس شوية تكون صعبة ومعقدة، يعني هاي الطريقة اسهل. هاي الطريقة انه هاي الطريقة التيار مثلا اذا طب 10 نقدر نقسم هنا 5 وهنا 5 على مود التيار لا يضيع عندنا. لان قلنا هسه احنا طاب لنا 100، هنا عندنا 90، فاكو 10 ضايعة من الكهرباء. فذيك الطريقة الثانية تحاول تضبط لك ال10 اللي موجودة الباقية. نجي على الطاقة الشمسية اللي هو 1 2 3. هاي راح تستفاد من عندها هواي، تفيدك ببداية الوايب، لان ما تقدر انت من البداية تجيب توربين الا اذا كنت بمكان مثل ما نقول بيلوت قوي اللي هو اللاند سايد، او اكو اماكن بيها تشستات عسكرية فاحتمال يطلع لك هذا. انما اذا كنت باني بعيد يم هاربر او لايت هاوس او جانك يارد. فهسه نجي على الخطوة انه مال الطاقة الكهربائية، العفو العاكسات. زين، العاكسة هسه من نجي نقرا العاكسة ايش قد تعطينا؟ 20. اكو شغلة لازم تعرفها عن العاكسة. العاكسة لازم تكون مقابيل الشمس، شغلة رقم 1. استغفر الله العفو. شغلة رقم 2 لازم ماكو حايط مقابلها انه يظلل عليها. هسه من حنظلل عليها، سوف نفرض اظللكم عليها. هسه صار اذا تنتبه هنا شمس وهنا في، فهسه ايش قد قام تقرا؟ باع 0. ماكو شمس لي، يعني يقول لك انا ما اقدر من اعطيك كهرباء وماكو شمس. فاذا اشيل هسه هذا الوول باع ايش قد صارت 20. يعني لازم على الشمس، هاي النقطة لازم تنتبهون عليها. فبالتالي هسه هنا عندنا 20 نجي نطببها بالحمراء، وهاي 20 ثانية نجي نطببها بهاي الحمراء. وتقدر انت اذا عندك اكثر من طاقة شمسية هاي تقدر تنزل وحدة لوح حمراء، تجيب هاي 20 اللوح. لا الحمراء مو الصفراء، الحمراء. جبناه نطببه بهاي الحمراء، ونجيب هذا الراس نربطه ويا هذا الراس الاخر من جوا. فايش خرج لنا؟ هسه خرج لنا 60. تقدر تخليه بالبطارية. فهاي الطريقة تعوضك عن التوربين. بس مهما يكون انه التوربين افضل بقاطات، لان هسه ايش قد التوربين دا يقرا عندنا؟ 89، نقدر نقول 90. وهنا عندنا 3، يلا ايش قد خرجت لنا؟ يلا 60. اما اذا توربين عالي، توربين عالي شوف ايش قد يقرا حاليا؟ 99، يعني 100. وهذا الكلام ينطبق على الافران الكهربائية كذلك. اللي سويناه بالتورنت نفسه نقدر نسويه بالافران الكهربائية. مجرد نلغي الربط اللي جوا اللي وصلناه للتورنت. نربطه بالفرن راح يشتغل كل شيء طبيعي. هذا واحد. خلي اشيل التورنت على مود لا يضايقنا. هذا واحد باور ان. هذا اثنين.
3 وهذا 4 وهذا 5 وهذا 6 وهذا 7 هنا 8 والأخير 9. هسه من نجي نشغل، خلينا نشغل نحن اوريدي كلهن نعطيهن تشغيل. اظل دايس حرف اي عليها تطلع لك الخيار تقول له تيرن اون. نروح نشغل النقطة هسه، شوف ما اشتغلت. فهسه لازم شنو نفلش الكهربائيات كلها لا الشاقة. هنشوف وين عندنا الغلط. هسه عندك داخل 100 خارج 100 طاب 100 34 12. انا طفيتهن، افتريت عليهن طفيتهن. هذا ايش بيه؟ هذا ما واصله شنو؟ 3 ايش قد ذني ليش؟ 2 4 6 8 10 ذني 3 6 9 10. فهذا زايد نشيله. شوف هسه عندك 10 فران اشتغلن تمام. نفس الطريقة مال تورنت اللي هي تحتاج باتري كبير وسويتش واحد وعندك 4 سبليتر وتوزعهن. هاي في حالة اذا عندك توربين. الافضلية اللي هو تقدر تلقاها موجودة من البداية، تحتاج الطاقة الشمسية والنقطة هاي الحمراء، ان تربط 2 طاقات شمسية على مود تخرج لك نقطة زينة. ايش بقى عندنا بعد بالكهربائيات؟ ما بقى عندنا شي، اللي هي الاساسيات انا اعطيتكم اياها. بالنسبة للتسلا، التسلا موضوعها كلش حلو. اذا تحبون اسوي لكم فيديو عنها تقدر تستخدمها بترابات او تقدر تحاوط البيس مالتك بيها، انه في حالة اذا احد طبلك داخل البيس مجرد بضغطة سويتش تقدر تكتله. خلينا نطفيه اوضح لكم فكرة عنها. بس كلش حلوة التسلا كويل. اعطينا همر واحد. وكو نقطة كلش مهمة هسه فهمكم على التسلا لازم تعرفها. هاي 4 نجي على الخامس. هسه انت بضغطة السويتش تقدر البيت مالك كله كهرباء. شوف البيت كله يعني مستحيل يطب يصير كباب مشوي طفل. ها والعلم ما يخلي ما تقدر اللي يطبيها ما يقدر يسوي جامد. يعني اذا خليته بمنطقة شو اسمه انه فاونديشن نازل ما يقدر يقمز. شوف هسه اذا ضغط بعد يحاول يقمز بس ما يقدر، فتشلب بيه لحد ما تكتله. وكو نقطة انه هاي احنا منتهين بيها، كل ما تشتغل تدمج عشان ترجع تصلحها. والنقطة الأهم بالنسبة للتسلا كل ما تعطيها تيار عالي، هسه احنا هنا ايش قد نعطيها إذا نشغل؟ نعطيها 12. هاي ال 12 تدمج شوي شوي، يعني تدمج من دمه 2 أو 3 أو 4
تيجي 2 او 3 او 4. في حالة اذا اعطيتها تيار 50 مباشر مثلا، تخلي لها نقط خاصة بيها، اللي هو مثلا هسه هذا اذا اجيبه، خلي اشيل هالخط، اذا اجيبه واشغله هسه هذا تيار 50 دا يقرا 34. هاي ال 34 احتمال دمه ينقص 50 وال50 الثانية تكتله. وكل ما تعطيها تيار عالي كل ما تكون انه تدمج اكثر. هاي النقطة لازم تفهمها على التسلا. لهنا انتهت حلقتنا بالنسبة للكهربائيات. واي سؤال عندكم، اي استفسار، كتبه بالتعليقات وان شاء الله راح اجاوب عليه. واذا موضوع كبير اسوي له مقطع. شكرا للمشاهدة واتمنى انه استفادتوا واستمتعتوا. لا تنسونا من اللايك راح يساعدني حيل، ولا تنسى انه تشترك. احبكم هواي، تحياتي لكم، في امان الله. بيس اوت.